يعكس كل حال الجمعيات، ولكن يعكس حال البعض الذي يبين لنا لماذا رغم وجود هذا العدد الهائل من الجمعيات والمؤسسات لم تنهض مصر بعد، رغم أن هذا العدد إذا كان بهذه الكفاءة وهذه الإمكانات المحاسبية ومسك الحسابات زي ما قلنا والشفافية في التعامل، كان سيكون لها شأن آخر في تفعيل واقع هذا المجتمع، وهذا ما نأمل أن يتحقق في وقتنا الراهن بإذن الله. هذا كله من شأنه يعكس الحاجة إلى بلورة رؤية استراتيجية أو أجندة قومية للعمل الأهلي تتبنى بشكل مركز وعلمي لأولوية قضايا التنمية مثل الأمية، الفقر، البطالة، بحيث تكون مشاركتها أكثر فعالية. وبالفعل أنا بدأت اليوم مع رئيس الاتحاد الأستاذ حاتم خاطر، اتفقنا أن احنا نضع سويا بعد الانتهاء إلى القانون الذي سنبدأ فيه تنفيذه بإذن الله، سيكون علينا أن نضع هذه الاستراتيجية لتحديد الخطوات القادمة بحيث نستفيد من هذه الترسانة القوية التي شعرت اليوم منذ أن دخلت هذه القاعة بأن الوجود الحاضر معنا اليوم ليس وجود صالوني ولكنه وجود فاعل حقيقي، إلى حد أن أنا شعرت أن كل واحد من الحضور يمسك فأسا كي يزرع شيئا في هذه الأرض الخصبة بإذن الله. صار لزاما أن